مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة شيوات ملكة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومبارك عواشركم وعيد مبارك سعيد. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم الحلوة ديال العيد بعجينة وحدة. تنحضروا 3 ديال الاشكال تتكون راقية ورائعة، تجي شيشة. كنتمنى هاد الحلوة تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وندوزو ان شاء الله باش تشاهدوا معايا الطريقة ديال التحضير. غنحتاجو 250 غرام ديال الزبدة، تنضيف لها واحد الكاس ديال السكر الثقيل وشويه ديال الملح، واحد الساشيه ديال الفاني. تنخلط هذيك الزبده مزيان مع السكر حتى تينسجموا، حتى تيوليو لينا على شكل بوماط. غنضيف نصف كاس ديال العنبه ديال الزيت، والسكر حتى هو كاس ديال العنبه، العبار كله هو بكاس العنبه. تنخلط ديك الزيت مزيان مع الزبده حتى تنسجم، حتى تدخل ديك الزبده في ديك الزيت في الزبده. دابا ان شاء الله تنضيف 3 ديال البيضات. غنخلط الخليط مزيان. من بعد ما انسجم لينا البيض مع الخليط غنضيف نصف كاس ديال النشا ديال المايزينا، نصف كاس ديال العنبه ديال المايزينا. هنا تنضيفو الدقيق، والدقيق تيبقى حسب الخليط، تنضيفو شويه بشويه. هنا تنضيف واحد الملعقه صغيره ديال خميره كيماويه. تنخلط العجين مزيان، وهنا تنضيف الدقيق. والعجين اللي تنحصلوا عليه ما يكونش قاصح، تكون شويه رخوه باش تجينا سهله في الخدمه. هانتوما العجين ديالنا تيكون على هذا الشكل. من بعد ما كملتو تنشكلو كويرات. هنا غنحضر معكم الشكل الاول. من بعد ما تنشكل الكويرات تنحربلهم على هذه الطريقه هذه. ملي تنحربلهم تنطويهم على هذا الشكل اللي تتشاهدوا. هانتوما راه كاين شي اشكال في الطاوه نصايبهم على داك الشكل. هانتوما الشكل كيفاش تيجي، وتنحاولوا نرققوا لهم دوك الجوانب. غنستمر حتى نكمل العجين ديالي كله هو بهذه الطريقه هذه. هنا الشكل الثاني. وهذا الشكل غنشكلو على شكل غريبه. من بعد ما شكلتها على شكل غريبه تنفند لها الوجه ديالها في سكر سنيده. وهنا عندي هذا الطابع هذا، تنضغط عليه بهذا الطابع. وهاد الطوابع راه موجودين عند الناس اللي تيبيعوها لوازم الحلويات. هنا تنوضع فيه واحد الشوكولاط، تناخذ شوكولاط حبيبات وتنوضعو في ديك التقيبه اللي تكون في الوسط. وغنستمر حتى نكمل العجين ديالي كله هو على هذا الشكل. من بعد ما كملتها الفران تنسخنو على 180 درجه. تندخلو الطاوه ديالنا العافيه من التحت حتى تطيب من التحت وتنشعلو الفوق. هنا الشكل الثالث. الشكل الثالث تنشكلو على غريبه حتى هو، وتنفندوه في ابيض البيض، وتنديروه في كاوكاو مهرمش، فول السوداني اللي تنحمر واحد شويه وتنقشروه وتنهرمشوه. من بعد ما تنفندوه في ابيض البيض تنديروا ليه كاوكاو باش يلصق لينا فيه داك الكاوكاو. ملي تنكملها تنضغط عليها، يا اما تضغطوا بهاد الجراره هذا بالعود ديال الجراره، اولا ديروا تقيبه بيديكم. ولا تحلات لكم العجينه تجمعوها بيديكم. تنستمر على هذا الشكل هكا تنكمل الحلوه ديالي كلها هو بنفس الطريقه.
من بعد ما طابت هانتوما تشوفوا الشكل ديالها، وكما قلت لكم تطيب في الفران على درجة 180 درجة. تديروا العافية من التحت حتى تطيب لينا من التحت ونشعلوا الفوق. هانتوما اللون ديالها راه ما تنخليوهاش تتحمر بزاف، بالخصوص هذا الشكل. هنا عندي الشوكولاط مذوبه مع شويه ديال الزيت، زيت نباتي، تنديرو فيها واحد شويه ديال الزيت نباتي وتندوبوه في حمام مائي. تنوضع الشوكولاط في النص ديال الحلوه وتنحطوها في شي ورق ديال الطبخ باش حتى تنشف. عاد نكملوا لها التزيين ديال الجهه الاخرى. هانتوما الطريقه راه ساهله واي واحد ممكن يحضر هاد الحلوه هادي واقتصاديه. غنستمر تنوضع الشوكولاط كله هو الحلوه. من بعد ما نشفت ليا الحلوه، نشف داك الشوكولاط اللي وضعت فيها، تناخذ واحد. هنا عندي العسل، الا عندكم الكونفيتير ديال المشمش حتى هو يكون احسن. انا ما عنديش الكونفيتير، درت العسل. تندهن داك النصف الاخر ديال اللي بقى لينا ديال الحلوه بالعسل. دهنته بالعسل وغنفندو في كاوكاو مهرمش، كاوكاو اللي تنحمرو تنهرمشوه. ومن الاحسن تحمروه وتحيدوا ليه القشره ديالو عاد تهرمشوه. هانتوما الشكل ديالها كي تيجي، راه تيجي شكل راقي وتيجي رائع، وحتى المذاق ديالها تيجي لذيذ. غنستمر تنكمل الحلوه ديالي كلها هي بهذه الطريقه هذه، يا اما دهنوها بالعسل اولا بالكونفيتير وتفندوها في كاوكاو. ممكن ديروا كاوكاو مهرمش اولا لوز مهرمش اللي متوفر عندكم، اولا ديروها في الكوك، فهو تيجي رائع في الشكل ديالها. غنستمر تنكمل الحلوه ديالي كلها بهذه الطريقه هذه. وهاد الحلوه راه تجي هشيشه وتجي المذاق ديالها لذيذ. هانتوما الاشكال بثلاثه اللي حضرت، الشكل الاول والشكل الثاني والشكل الثالث، وكلها هي حليوات اقتصاديين ورائعين في الشكل ديالهم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، والى وصفه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.